السلام عليكم. لو انت بقالك مدة طويلة ملخبط في الأكل وطريقة أكلك مش صحية، وقررت أخيرا إن انت تبدأ تعمل حاجة صح وتبدأ تمشي على دايت صحي، صيام متقطع، نشويات قليلة، وقعدت أسبوع في البداية ومش شايف نتيجة، ما تستعجلش أبدا. الفكرة كلها إن أنت على مدار سنين كتير عاداتك الغذائية الغلط بتسبب مشاكل للجسم، بتسبب مقاومة أنسولين، بتسبب أضرار كبيرة، ممكن تعمل دهون على الكبد. أنا لما باجي أمشي على صيام متقطع ده نظام صحي. نظام صحي معناه إن أنا لما هاجي امشي عليه لازم جسمي يتصلح الاول، لازم اظبط هرمونات الجسم، لازم في البداية المشاكل اللي موجودة في الأمعاء من جوه، لازم الأعراض بتاعت مقاومة الأنسولين تبدأ تتعالج واحدة واحدة. بعد كده نبدأ نشوف زيادة وزن، وده مش بيحصل مع كل الناس، لكن في أشخاص ما بيشوفوش نتيجة في الأول لأن جسمهم بيتصلح الأول. بعد كده هتلاقي نزول الوزن بدأ يحصل واحدة واحدة. فما تستعجلوش، طول ما انت نظامك صح ومريح ومتقبله كمل عليه وما تقلقش، واحدة واحدة هتشوف نتيجة كويسة. شكرا.